لو قلنا واحد مؤمن وواحد كافر وقعوا في البحر، مين اللي هيعيش؟ اللي بيعرف يعوم. بسيطة قوي، صح؟ ما فيهاش فلسفة، ما فيهاش جدال، ما فيهاش آراء، الموضوع كله مهارة. طيب خلينا أسألك بقى، لو واحد معاه شهادة كبيرة وواحد تاني بيعرف يشتغل، مين اللي هيكسب؟ الإجابة برضو بسيطة، بس للأسف مش عجبانا. احنا اتربينا على فكرة غريبة جدا، ان التعليم هو طوق النجاة. ذاكر تنجح، انجح تدخل كلية تشتغل، تشتغل تعيش. سلسلة جميلة ما فيهاش اي مشاكل، غير حاجة صغيرة جدا، انها مش بتحصل. طيب نقول الحقيقة بصورة اوضح، بس خلي قلبك جامد شوية. التعليم مش اهم حاجة. ايوه، زي ما سمعت كده، مش اهم حاجة. وناس كتير عارفة كده، لان ببساطة الدنيا مش لجنة امتحان. مفيش ورقة هتجيلك فيها عرف النجاح، اذكر اسباب الفشل. مفيش مدرس هيقولك ركز يا ابني، النقطة دي مهمة. الدنيا بتجيلك فجأة وترميك في البحر وتقولك وريني بقى. مش مهم انت حافظ ايه، مش مهم انت فاهم نظريا ايه، المهم تعرف تعمل ايه. خلينا افاجئك بحاجة برضه، في ناس واخدة اعلى الشهادات ولو اتحطت في موقف حقيقي تغرق، وفي ناس ما كانتش بتذاكر اصلا، بس لو اتحطت في نفس الموقف تطلع هي اللي منقذة للناس. ليه؟ عشان الفرق في المعلومات والفرق في المهارة. التعليم علمك ايه؟ احفظ، ردد، اكتب، انجح. بس هل علمك ازاي تتكلم، ازاي تقنع، ازاي تبيع، ازاي تقف على رجلك؟ ولا علمك حاجة واحدة بس، تنجح في الامتحان؟ طيب ماشي، نجحت في الامتحان وبعدين خرجت من اللجنة لقيت نفسك داخل لجنة أكبر اسمها الحياة. بس الفرق ان مفيش اجابات نموذجيه، مفيش صح وغلط واضحين، مفيش درجات اصلا، في نتيجه واحده بس، يا اما عارف تتعامل يا اما لا. خليني اقول لك حاجه تضحك شويه، احنا شعب ممكن يحفظ كتاب كامل، بس لو حد سأله سؤال خارج المنهج بيحصل له ايرور. السؤال ده مش عندي. طب ما الحياه كلها اسئله بره المنهج. انت متخيل احنا بنقضي سنين نتعلم ازاي نجاوب على اسئله مش هتتسأل، ونسيب الاسئله الحقيقيه لما تيجي نقف قدامها كده؟ هي دي كانت في ملزمه مين؟ خليني ازودك من الشعر بيت. في واحد معاه شهاده بس مش عارف يشتغل، وفي واحد تاني بيعرف يعمل فلوس من اي حاجه. واحد مستني فرصة والتاني بيخلق فرصة. واحد مستني يقولوله اتفضل اشتغل، والتاني بيقول أنا جاي أقدم قيمة، هتاخده مني ولا لأ؟ فرق رهيب، بس احنا مش شايفينه عشان احنا مركزين في الورق مش في الواقع. خليني أقول لك أخطر جملة اتقالت لنا: الشهادة هي مستقبلك. الجملة دي دمرت ناس كتير، مش عشان التعليم وحش، لكن عشان خلت الناس تتكل عليه. بقت فاكرة طالما معايا شهادة يبقى أنا كده تمام، والواقع بيقول ولا تمام ولا حاجة. خليني أرجعك لأول مثال، المؤمن والكافر في البحر. ربنا ما قالش اللي مذاكر أكتر هينجو، ولا قال اللي حافظ معلومات أكتر يعيش. قالك بشكل غير مباشر اللي يعرف يعوم هو اللي هيعيش. الدنيا ماشية كده، مش بتمشي بالنيات ولا بالشهادات ولا بالكلام، بتمشي بالفعل والأخذ بالأسباب، بالمهارة، باللي تقدر تعمله تحت الضغط، مش باللي بتقوله وانت قاعد في الأمان. طيب نروح للسؤال المهم بقى، نعمل ايه؟ هل نسيب التعليم؟ لا طبعا، بس برضه ما نقدسوش، خليه أداة مش هدف. اتعلم بس كمل، جرب واغلط واتعلم تاني، اتعلم مهارات محدش علمها لك، بيع وتواصل وفكر، وتعلم إدارة الفلوس وفهم الناس والسلوكيات. دي الحاجات اللي بتخليك تعرف تعوم. غير كده، هات الحتة دي من الأول يا آدم، تتعلم ديت. بس
بيع وتواصل وتفكير وإدارة فلوس وفهم الناس وحفظ قرآن ومهارات لغات وحاجات كتير انت شايفها انك محتاجها في طريقك. غير كده هتفضل واقف على الشط معاك شهادة بس خايف تنزل. وفي ناس نازلة بتغلط وبتشرب مية بس بتتعلم، ومع الوقت هي اللي بتوصل، وانت واقف مستني حد يقولك اتفضل النجاح من هنا. مفيش حد هيقولك كده، بس ممكن حد يقولك الحقيقة، وانا هقولها لك بمنتهى البساطة. الدنيا مش عادلة ومش مهتمة انت اتعلمت كام سنة. الدنيا مهتمة بحاجة واحدة بس، انت تعرف تعمل ايه. لو الإجابة معايا شهادة يبقى محتاج تعيد حساباتك، ولو الإجابة بعرف أحل مشاكل وأقدم قيمة يبقى انت بدأت تفهم اللعبة. وفي الآخر خليني أسيبك مع السؤال ده: لو الدنيا رمتك في البحر دلوقتي هتعرف تعوم ولا هتفضل ماسك في الشهادة لحد ما تغرق؟ مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.